نداء هام وعاجل لمتحف برلين، رجعوا راس الملكة نفرتيتي لمكانها الأصلي، المتحف المصري الكبير. وده نداء من كل أحفاد الملكة نفرتيتي من أنا نفرتيتي، أو ربما امتدادها، فدمها يسري في دمي وصوتها يتحدث من خلالي. هي لم تكن جمالاً عابراً، بل كانت وجه الحضارة حين أشرقت شمسها على العالم. واليوم بعد قرون من الغياب ما زالت روحها تنتظر العودة إلى وطن يعرفها كما تعرف الأم طفلها. كيف تحرم من أن تشرق مجدداً بين شعبها وبين ملوك من دمها؟ ومجداً كانت هي أحد أركانه في المتحف المصري الكبير. رسالتي لمتحف برلين: إن ما تملكونه ليس قطعة أثرية، بل ملكة من نور ووصية من التاريخ. لقد آن الأوان أن تعود الملكة إلى وطنها، أن تستقر روحها في قلب الحضارة التي أنجبتها. أعيد نفرتيتي إلى بيتها، فهي ليست ملكاً لزمن مضى، بل رمز لأمة لا تموت. أنا حفيدة نفرتيتي، وأنا صوتها الذي لا يصمت. أقولها باسم الماضي والمستقبل: عودي يا ملكتي. الفيديو ده لقيته منتشر على السوشيال ميديا، قلت اشاركه، وعايز اقول للي صنعه برافو عليك. اذا كنت عبقري او عبقريه او فنان او فنانه، المهم انك مصري وبتحب بلدك. وعايز اقول للي شاف الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وكومنت عشان الفيديو يوصل لكل مكان، وفولو عشان الحساب جديد، وصلي على النبي.